ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ طبعا احنا اخر مباراة لينا كنا مع طنطا. مباراة جابت لنا كلنا الشلل. بس احيت جوانا كده، يعني روح بقالنا كتير قوي ما حسناش بيها، يعني روح واللي احنا بنضغط لاخر ثانية والاخر دي انت بتلعب. عايز تجيب جون وتكسب ومش عارف ايه. عندك مشاكل، او مش عايزين نكدب على نفسنا. عندك مشاكل دفاعية وعندك مشاكل في الشخصية عموما. شخصية البطل اللي هو بيكسب في اي وقت. كل ده مش موجود، بس في حاجة كده صغيرة عايزين ناخد بالنا منها. كارترون، يعني يا رب اللي بقوله ده يكون صح. كارترون بيعمل حاجة كده اسمها إحياء للجسد الميت. ازاي؟ بيحاول، هو عارف يعني كلنا يعني فقدنا الأمل في موضوع الدوري. مش عشان الأهلي جامد والكلام ده، لا 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 لا، مش عشان كده. عشان خاطر منظومة الاتحاد بتاعنا، اتحاد الكرة بتاعنا منظومة فاشلة. تمام. لولا انه سعيد ماما ما خدش الدوري بتبقى بالنسبة لهم كارثة. يعني ايه الاهلي ما خدش الدوري؟ الفرق اللي بتفوت، الحكام، منظومة الفساد لازم تكتمل، ولازم انه سعيد ماما ياخد الدوري وياخده بفرق نقط كبير جدا. احنا وحشين، بس الاهلي برضو وحش. الاهلي زيه زي اي فريق، المفروض يكسب ويخسر. لا، الاهلي لو جه عليه وقت انه يخسر، ثانية واحدة اقف، انذار، في كارت احمر، في مش عارف ايه، في اللعيب ده يقف وي 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 وي، ومنظومة كده تتلم ومش عارف ايه، هوب الاهلي ياخد الدوري. شكرا. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي مهمتنا الاساسية رقم واحد. اولا احنا عندنا مشاكل في اللعيبه اللي هربت، واللعيبه اللي مستواها بينزل، اللعيبه اللي فاكره ان ده مكانها، خلاص ده مكاني، محدش هيلعب مكاني تاني. لا، كارترون بيعمل ايه؟ بيحاول ان هو يخلي اللعيبه دي تركز في افريقيا. هو عنده قوام اساسي وقوام احتياطي. ايه هو القوام الاساسي؟ القوام الاساسي معروف، عواد وابو جبل، محمود علاء وعبد الغني والونش، عبد الله جمعه وعبد الشافي. الناحيه التانية حازم امام بس. تمام. نص الملعب طارق اساسي بس. قدام عندنا اوباما وبن شرقي ونجم، مصطفى فتحي، مصطفى محمد. ده القوام الاساسي اللي عندنا. طيب، طبعا بالاضافه لزيزو، وبالاضافه لمين تاني يا رب، بالاضافه لمحمد حسن بس على فترات. ماشي. فاحنا دلوقتي احنا عايزين نداول القصه دي. دلوقتي هنعمل ايه؟ هيصعد الناشئين. اولا الناشئين دولت واخدين ياخدوا مكانة اساسيه ان هم يلعبوا في الدوري، ويبداوا عندهم روح وحماس. انا عايز العب، انا بلعب في نادي الزمالك، وي وي وي، اسم الزمالك، وي وي، وان هو يلعب بقى والناس بتشوفه والكلام ده كله. بيطلع شويه لعيبه، بينقي لعيبه محترمين. تمام. لو نفتكر زمان كابتن ابو رجيله والجوهري لما كانوا ماسكين نادي الزمالك، كان بيطلعوا الناشئين الصغيرين دول. من زمان احنا مشفناش الموضوع ده، بس اهو يعني جه واحد. يا رب، انا بقول لغايه دلوقتي يا رب يكون في دماغي صح. طلع واحد عايز يطلع ناشئين، يستنقى منهم ناس يلعبوا الدوري، بالاضافه لبعض العناصر القويه. يعني مثلا قوام اساسي وقوام احتياطي. الاغلبيه احتياطي، اللي هو ايه؟ الناشئين مع اللعيبه اللي ما بتلعبش يلعبوا الدوري. هيبقى في متوشة تقيلة محتاجين القوام الأساسي، مفيش مشاكل. بس اللعيبة الصغيرة دي بيلعبوا الماتشات السهلة، زي ماتش طنطا لو لعبنا، اف سي مصر، مش عارف ايه، اللي هي الماتشات اللي هي السهلة دي يلعبوها. في نفس الوقت القوام الأساسي انت بتريحه عشان أفريقيا.
علشان خاطر لو حصل اي حاجه في افريقيا يبقى عندك البديل جاهز. ما هو بيلعب دوري، وماتش الدوري برضو يعني ماتش قوية بس يعني مش زي افريقيا بقى مشاوير وسفر والقصة دي كلها. احنا عندنا مكان واحد، تمام، فمش عارفين نجيب المكان واحد ده بقى نص ملعب ولا مدافع ولا باك ولا مهاجم ولا. فاحنا هنصعد ناشئين يلعبوا الدوري في ماتش تقيل. القوام الاساسي موجود بالاضافه للقوام الاحتياطي بتاعنا، بنجهز كل اللعيبه بمطوشه، مش مطوشه وديه بقى اللي هم الفرقه جايه عشان تخسر وخلاص، لا بمطوشه الدوري بنقط. تمام. مطوشه افريقيا في فريق. يبقى انت كده بتعمل زي زيدان لما يعني لما جه كان في موسم اللي كان برضو كان الدوري بتاعه تقريبا اول ما جه زيدان تاني موسم ليه. تمام. شاف ان الدوري بعيد، بدأ يعمل ايه؟ بدأ يطلع شوية لعيبة صغيرة تلعب. وفي دوري ابطال اوروبا بدأ اللي هي ده الفريق الاساسي بتاعي. الفريق الاساسي اللي في افريقيا بيضاف له عنصر من عناصر الاحتياطي مع اللي هم الناشئين. في الدوري العكس، بيحط الفريق الاحتياطي مطعم بالناس الكبيرة التقيلة. لو في اي ماتش بس عمل عوق معاك ده بينزل بيخلصك الدنيا. تمام. دي حاجة. حاجة تانية. يعني انا بحاول اني فعلا ادرك اني فعلا احنا بنكسب في الدقيقة 90. لا ده عادي، المفروض يكون عند اللعيبة ده عادي. ليه بقى ده عادي؟ لان انت هتلعب مطوشة اصعب من كده في افريقيا وفي الدوري. لازم يبقى عندك الكونسبت بتاع الدقيقة 90. الكونسبت بتاع الدقيقة 90 ليه؟ علشان خاطر يبقى انت مش عشان خسران واحد او متعادل وجات الدقيقة 90 يبقى انت تهبط. لا، الدقيقة جت 90، جت 91، 92، انت عينك على الجون، بتكسب بس، عايز تكسب بس. الماتش صعب عليك، انت عارف تكسب. غير كده ما تلبس تيشيرت الزمالك. تيشيرت الزمالك الناس تقيلة اوي لبسته. تمام. تمام. طبعا ببارك رجوع مصطفى فتحي. طبعا هو مرجعش يعني مصطفى فتحي بتاع زمان يعني اللي احنا عارفينه، لا احنا لغايه دلوقتي بيلمس وشامين ريحه مصطفى فتحي بتاع من حوالي سنتين 3 لما رقص سعد سمير ورامي ربيعة وكان بيحطها له من تحت رجليه ومش عارف ايه الكلام ده. يعني حبة كده من ريحة مصطفى فتحي. يا رب يا رب ما يكونش دي بس ايه مجرد ماتش وكده وخلاص. لا انا يعني ان شاء الله دي تبقى خطوة اولى في رجوع مصطفى فتحي. نركن شوية بقى كده الماتش على جنب. حاجات تانية بقى. طارق حامد هو ما كسبش، هو ما خدش احسن لاعب في افريقيا بسبب المنتخب، مش بسبب الزمالك، بسبب المنتخب. يعني يوسف البلايلي وانيس البدري واخدين. انيس البدري وصل مع تونس لغاية قبل النهائي وخرجوا قدام السنغال. ويوسف البلايلي واخد مع الترجي دوري ابطال افريقيا هو وانيس البدري، بس واخد ده بطولة افريقيا مع المنتخب بتاعه. فالمنتخب بتاعه هو يعني هو واخد بطولة مع النادي بتاعه بس برضو واخد بطولة مع منتخبه. فاحنا طبعا كمنتخبنا منتخب فاشل. كابتن حسام البدري وكابتن حسام عاشور، هو سعادتكم جزائريين عشان تدوا صوتكم لواحد مش مصري؟ هو للدرجة دي الاهلي بالنسبة لكم اهم من ان انتوا تدوا صوتكم للي يستحق؟ مش عشان هو مصري ولا اي حاجة بقى من هو مصري ولا مش مصري، للي يستحق. طب انت مدرب منتخب مصر حتى لو ما هو ما يستحقها